عند مدخل وكالة بنكية في مراكش تعرض رجل لهجوم 3 ملثمين، أسقطوه أرضا واستولوا على كيس كان يحمله. كان في الكيس 1,500,000 درهم. لم يتمكن المحققون بعد عدة أيام من الوصول إلى الجناه. شهرا بعد ذلك الاعتداء في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة بمراكش تم العثور على جثة مقطعة الأوصال داخل كيس بلاستيكي. صارت مصالح الأمن تتعرض لضغط شديد بينما لم تكن التحريات تتيح تقدما بالسرعة المطلوبة. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحنوش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. جثة في مزبلة السوق، الحلقة الأولى. في 28 من يونيو من العام 10 و2000 في حدود الساعة 10:15 تلقت مصالح الأمن الوطني بمراكش اتصالا هاتفيا من مدير وكالة بنكية تقع في جليز، وقد أبلغ عن عملية اعتداء تعرض لها في باب الوكالة محاسب لشركة النهضة بينما كان يغادر ومعه مبلغ مالي هام. نظرا لخطورة هذا الاعتداء أسرع إلى عين المكان العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراد أبو العواطف، كان معه عدد من مساعديه. كان الضحية ملقى على الأرض وقد تحلق حوله بعض موظفي الوكالة البنكية وكثير من الفضوليين، كان مغمى عليه. قال شاهد من موظفي الوكالة البنكية إن الذين هاجموه 3 ملثمون استعملوا بخاخا مخدرا للسطو على الكيس الذي كان يحمله. تعذر استجواب الرجل وتم نقله على عجل إلى المستشفى. علم العميد أبو العواطف من القائمين على الوكالة البنكية أن مجموع ما كان يحمله الرجل محاسب شركة النهضة 1,500,000 درهم. علم أيضا أن المبلغ كان يتكون من أوراق من فئة 200 درهم لم تستعمل من قبل، وقد توصلت بها الوكالة من بنك المغرب منذ يومين. كانت المعلومة ذات فائدة هامة بالنسبة للبحث، فقد طلب العميد الأرقام التسلسلية التي كانت ضمن الرزم التي تسلمها المحاسب. عصر ذلك اليوم استعاد محاسب الشركة الوعي. زاره في المستشفى العميد أبو العواطف. كان ما فاه به الرجل يتطابق تماما مع تلك المعلومات التي حصل عليها العميد من مسؤولي الوكالة البنكية. في الحقيقة لم يكن في تلك المعلومات ما يمكن من التعجيل بإلقاء القبض على الجناه. وعلى مدى عدة أيام تواصل البحث. نظمت عمليات تطهيرية وتم استجواب عدد من المشبوه فيهم ولم يتسنى الوصول إلى شيء. بدا الجناد 3 الذين نفذوا الاعتداء وقد تبخروا أو ابتلعتهم الأرض. شهرا بعد ذلك الاعتداء الذي وقع في جليز تحديدا في 29 من يوليوز من العام 10 و2000 توصلت مصالح الأمن بإشعار من الشركة التي تتولى التدبير المفوض للنظافة تبلغ فيه عن اكتشاف جثة بشرية في مزبلة سوق الخضر والفواكه بباب دكالة. فجر ذلك اليوم كان أحد عمال النظافة بصدد جمع كومة من النفايات إذ وقع على كيس يحمل آثار دم. لما فتحه فاجأه وجود أعضاء بشرية، كان اكتشافا رهيبا. على عجل تحرك إلى باب دكالة والي أمن مراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. من معاينة أولى للكيس تبين أن الأمر يتعلق بجثة رجل شاب تم تقطيعها. تلقى العميد أبو العواطف التعليمات من الوكيل العام للملك بمباشرة إجراءات نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المستودع البلدي للأموات والعمل على تحديد هوية القتيل. في عين المكان عدا ذلك الكيس الملطخ بالدم لم يتم اكتشاف أي شيء آخر. انتقل العميد أبو العواطف إلى المستودع البلدي للأموات. كانت قد مرت 2 ساعات على نقل تلك الأعضاء البشرية إلى المشرحة، ولما وصل كان الطبيب الشرعي قد وضع كل محتويات الكيس على طاولة التشريح. وقد ثبت من خلال المعاينة أن كل تلك الأعضاء تعود إلى رجل واحد. كان شابا أبيض البشرة قوي البنية، وكانت موشومة على ذراعيه عدة رسوم لأفاعي وعقارب وعلامات أخرى مبهمة. قدر الطبيب الشرعي أن يكون الرجل في العقد الثالث من عمره،
وأنه قتل قبل أقل من 24 ساعة، كما استنتج أنه حاول مقاومة قاتله أو قتلته. كانت تقديرات مجرد تقديرات، بينما كان على العميد أبو العواطف أن يستجلي حقيقة الرجل ويتحقق من هويته، ولذلك طلب رفع بصماته. لحسن حظ المحققين فإن أصابع الجثة المقطعة كانت تتيح رفع بصمات واضحة. 3 ساعات بعد ذلك لم يكن الشاب مقطع الأوصال نكرة، صار له اسم وسجل كامل من المعلومات تخصه. فما أن عرضت البصمات على قاعدة البيانات حتى نطقت بأن الأمر يتعلق بمغربي ذكر اسمه الحسين الخلوي من مواليد مراكش في العام 84,900 وألف. نطق سجله أيضا بأنه ذو سوابق، وأن آخر عقوبة حبسية قضاها صدرت ضده في العام 2500، وكانت مدتها 5 سنوات قضاها في سجن علي أموم الذي غادره في 21 من مارس من العام 10,2000. عدا الجثة المقطعة للحسين الخلوي كان في ذلك الكيس الذي اكتشف في مزبلة سوق الخضر بباب دكالة قميصان وسروال، كانت ملابس بها بقع دم. لوحظ أنها ليست من مقاس شخص واحد، في الأمر ما يسترعي الانتباه ويستفز الفضول. كانت المعلومات التي توفرت حول القتيل الحسين الخلوي تحيل المحققين على الفترة التي قضاها في سجن علي أموم. انتقل المحققون إلى هناك، كان الهدف التعرف إلى الأشخاص الذين تقاسم معهم الزنزانة، وعلى وجه التحديد أولئك الذين كان يميل إليهم أو يميلون إليه أكثر. كان المحققون يركزون بحثهم على السجناء المنحدرين من مدينة مراكش، ولم تكن المهمة صعبة. ضمن قائمة حملت عدة أسماء لسجناء سابقين وحاليين، استوقفت اهتمام الباحثين 3 أسماء لسجناء سابقين كانوا قد أدينوا في عمليات اعتداء على أشخاص بغرض سلبهم ما كان بحوزتهم أو لأسباب تمس الأخلاق. بعد الاستماع إلى 3 لم يثبت للمحققين ارتباطهم بمقتل الخلوي، ولذلك أخلي سبيلهم وإن ظلوا تحت المراقبة، وهي مهمة أوكلت إلى متخرجين حديثا من المعهد الملكي للشرطة لم يكونوا معروفين لدى الجمهور الواسع. بدت التحريات وكأنها تسير باتجاه طريق مغلق. كانت التحقيقات مستمرة منذ 2 أسبوعين الآن دون أن تلوح في الأفق إشارة ما إلى قرب الوصول إلى قاتل أو قتلة الحسين الخلوي. ولم يكن في سياق تلك التحريات ما يشير إلى وجود صلة ما بين جثة مزبلة سوق الخضر في باب دكالة وعملية السطو التي وقعت منذ نحو 1.5 شهر عند باب وكالة بنكية في جيليز. كانت الصحف المحلية تبدي اهتماما كبيرا بالجريمتين، وكانت مصالح الأمن تتعرض لضغط شديد، وكانت مقالات الصحف تشدد على تزايد قلق الساكنة إزاء تفاقم الجرائم، وتتحدث عن انعدام الأمن في جهات كثيرة من مراكش. كل ذلك كان يمثل ضغطا شديدا على المصالح الأمنية خاصة وعلى السلطات المحلية بشكل عام. في ولاية الأمن بمراكش كان يعمل في مصلحة الشرطة القضائية مفتش قضى في الخدمة ما يزيد عن 35 عاما، وكان سيحال على المعاش بعد أشهر بنهاية العام 10,2000. ومع أنه لم يكن مشاركا في التحقيق حول جريمة القتل وتقطيع الجثة التي تعرض لها الحسين الخلوي، فإنه كان يتابع أصداء التحريات، دافعه في ذلك حسه المهني القوي. ذات صباح تقدم لدى العميد أبو العواطف وطلب تمكينه من إعادة الاستماع إلى أحد السجناء السابقين 3 الذين تقاسموا الزنزانة مع الخلوي في سجن علي أموم. وافق العميد، ففي النهاية ليس هناك ما يمكن خسارته. في ذلك اليوم أحضر الرجل إلى مكتب المفتش العربي الرغيوي. كان السجين السابق يعرف المفتش الرغيوي كما أن المفتش كان يعرفه لفرط ما تعاطى مع قضايا تورط فيها. استمع إليه 3 ساعات، وقد استشعر أن السجين السابق يخفي معلومات ما، ورجح أن يكون سبب تكتمه الخوف، ولذلك قاده إلى مكتب العميد الإقليمي مراد أبو العواطف. ولما مثل أمامه طلب المفتش من العميد أن يطمئن السجين السابق بأنه لن يأتي ذكر لاسمه في التحقيق إن هو أفضى بكل ما لديه. كان العميد يأمل أن يتيح تدخل المفتش الرغيوي منفذا لتقدم التحقيق، ولذلك وافق على أن يحتفظ باسم الرجل طي الكتمان. إذ ذاك نطق السجين السابق:
قال إن الحسين الخلوي الذي عثر على جثته مقطعة في مزبلة السوق كان شديد العطف على سجين مغربي كان قد تم ترحيله من فرنسا إلى المغرب لقضاء عقوبة حبسية بعد أن أدين في عملية سطو على إحدى المؤسسات البنكية في باريس. اسمه خالد المرزقاني. علم المحققون بعد أن زاروا من جديد السجن علي أموما أن خالد المرزقاني بعد أن غادر السجن توجه للسكن مع والدته في حي رياض الزيتون بمراكش. ومع أن المفتش العربي الغيوي أثبت للمحققين الشباب أن الخبرة تتيح أشياء تبدو أحيانا متعذرة أو عسيرة المنال، فإنه نفسه لم يكن لحظتها يعلم أنه وضع التحقيق على مسار لم يكن حتى العميد الإقليمي أبو العواطف يتوقع ما سيحمله من مفاجآت، وذلك ما سنعرفه غدا. ملفات بوليسية.